السلام عليكم واهلا بكم، شلونكم، شو اخباركم؟ بهذا الفيديو راح نتعرف على افضل 12 منتخب بتصنيف الفيفا على قارة اسيا بعد بطولة كأس اسيا، وايضا راح نتحدث عن تجديد عقد المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر. بس قبل ما نبلش بالفيديو بدي منك تعمل اشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس، ولا تنسى تحط لي بصمتك الحلوة على اللايك. طبعا بالنسبة للمنتخبات الآسيوية بعد كأس آسيا، نبلش بمنتخب اليابان. منتخب اليابان بصراحة نزل مركز واحد على التصنيف الدولي للمنتخبات بعد ما تعرض بالبطولة الخسارتين، خسارة أولى كانت من منتخب العراق، وخسارة ثانية من منتخب إيران. المنتخب الياباني نزل مركز واحد وصار بالمركز 18 عالميا. منتخب إيران صعد مركز واحد وصار بالمركز 20 عالميا. منتخب كوريا الجنوبية أيضا صعد مركز واحد وصار بالمركز 22 عالميا. منتخب استراليا صعد مركزين وتقدم للمركز 23 على مستوى العالم. منتخب قطر بسم الله ما شاء الله صعد 8 مراكز بعد ما وصل للمباراة النهائية، أخرج أوزباكستان وأخرج إيران وصار بالمركز 50 عالميا. منتخب السعودية أيضا هو صعد 4 مراكز وصار بالمركز 52 عالميا. منتخب العراق صعد 5 مراكز وصار بالمركز 58 عالميا. منتخب أوزباكستان صعد 3 مراكز وصار بالمركز 65 عالميا. منتخب الإمارات للأسف تراجع 5 مراكز، يعني تلقى 3 خسارات بالبطولة، خسارة من فلسطين وخسارة من إيران وخسارة من طاجكستان، أدت إلى هبوطه إلى 5 مراكز وصار بالمركز 69 عالميا. منتخب الأردن بسم الله ما شاء الله صعد 11 مركز بعد ما تأهل لنهائي البطولة وبعد فوزه على كوريا الجنوبية 2-0 وصار بالمركز 76 عالميا. منتخب عمان تراجع أيضا 6 مراكز. ليش؟ لأنه فشل بالتأهل من دور المجموعات، وبصراحة خاض بطولة جدا سيئة وصار بالمركز 80 عالميا. نجي على منتخبنا السوري. منتخبنا السوري تقدم 3 مراكز بعد ما حقق تعادل مع أوزباكستان وتعادل مع إيران وفوز على الهند، صار بالمركز 89 عالميا و14 آسيويا و12 عربيا. طيب نجي على عقد هيكتور كوبر مدرب منتخبنا. إذا الأرجنتيني، وأخيرا الأرجنتيني هيكتور كوبر جدد عقده مع منتخبنا. بصراحة استمرار هيكتور كوبر مع منتخب سوريا هو حتما القرار الصحيح. كوبر مدرب دفاعي صحيح وأسلوبه قد يكون قديما نوعا ما، لكنه حقق ما لم يفعله أي مدرب آخر، لا مدرب محلي ولا مدرب أجنبي، بالتأهل لدور ال16 لأول مرة بتاريخ المنتخب السوري من كأس آسيا، وتجديد عقد هيكتور كوبر لنهاية تصفيات كأس العالم نتيجة منطقية للإنجاز اللي حققه. وبالنسبة للعالم المطموزة لأننا جددنا عقد هيكتور كوبر، هذول جماعة اللاعبين المحليين وجماعة الواسطات وظبطني تظبطك. أنا أقول ابنوا لكم خيمة عزا بساحة العباسيين أحسن لكم. طبعا هيكتور كوبر بعد ما تم تجديد عقده وأكيد راح يسافر على الدنمارك وبعدها راح يسافر على اليونان مشان يقنع لاعبيننا المحترفين. مشان يقنع أول شيء روني بردغجي، وثاني شيء اللاعب سانتياغو هزي، مشان تمثيل منتخب سوريا بالمباريات القادمة. كل التوفيق لهكتور كوبر بمهمته الجديدة. هذا كان فيديو اليوم. إذا عجبك الفيديو حط لي اشتراك بالقناة، حط لي بصمتك الحلوة على اللايك، ولا تنسى تفعل زر الجرس. السلام عليكم.